ماذا نقول الأمة العربية عبارة عن على البشرية أم ماذا؟ احتفالات في الحدود المغربية الجزائرية من قبل الإخوة الجزائريين مع الأسف ابتهاجا بخروج المنتخب المغربي من كأس العالم. ماذا كنتم تنتظرون؟ أن يفوز المنتخب المغربي بطولة كأس العالم ثم تنتهي كل مشاكل المغرب من الصحة والاقتصاد والأسعار والسياسة وكل ذلك، بينما الشعب الجزائري أنتم ستذهبون ماذا يدور في بالكم؟ مصر نسيتم أيضا المشاكل. أنا دخلي بإيه بمصر والجزائر الحقيقة، يعني تخرج منتخب المغرب يفوز المغرب، أنا إيه دخل الجزائر؟ نتائج الجزائر كانت الآن أنا إيش دخلني؟ والأمر هذا ينطبق عليكم أنتم العرب، يعني ما تخليك أنت في حالك يا أخي. المغرب يفوز ده يمثل المغرب، يعني الجزائر يفوز أنا مين وأنت مين؟ اللي إيه يعني العرب النهارده كلكم فرحانين عشان المغرب أخفقت. يعني أنتم كنتم العرب ممكن تصابوا بحالات ذعر وهلع ومشاكل. ليه؟ يعني أنا أقول فاشلين عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، رياضيا، طبيا، يعني عندكم فشل بكل شيء. احنا امتى الأمة العربية هذا كل واحد يعني ينشغل في اشغل نفسك بنفسك يا ابني، اشغل نفسك بنفسك حتى على مستوى الدين. من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. انت مالك ومال المغرب؟ مالك ومال مصر؟ مالك ومال الجزائر؟ يعني المصريين، يعني على قول المصريين استصعب عليكم فرحة المصريين، ده خاصة الأرجنتين بيفرحوا الغلابة بالاسكندرية والناس عايزين يفرحوا بس تنشال الهموم. المغرب يعني خنقتكم خنقتكم المغرب خنق زي كده. لا نقابة تفوز وين فازت كأس العالم، يعني جابت كأس العالم واخذته على الرضا. ايش بتسوي؟ تعدلت يعني النظام الصحي والأسعار وتعدل كل شيء. أنتم عم بتهربوا بالقوارب وتمشوا رايحين أوروبا، رايحين تهريب من الفقر والجوع. أنتم عم تهربوا أنفسكم بسبب الفشل للمنظومات التي عم بتحكم. يا عم طز بالأمة العربية، طز باللحمة العربية الكاذبة. أنا ما شفت مثلا الدول الأوروبية مثل اسكتلندا وإيرلندا وإنجلترا يعني هذه الدول مثلا اللي انت تابعت لبريطانيا يقول لك نحن انجليز، نحن تابعين لبريطانيا. ابدا، دول ناجحه. اسكتلندا لا تهتم بانجلترا وانجلترا لا تهتم بايرلندا، ولا كل واحد ماشي على طريقه. انتم امه فاشله. انا مالي ومال مصر، انت مالك ومال المغرب والجزائر يا ابني. انت شوف مستقبلك، حاسبوا الحكومات حقكم، كل واحد يشوف يعني طريقه. تعلموا من تجربة هذه كأس العالم التي أشغلتكم. هناك مبالغ عم تصرف حتى على مستوى الإعلام والبروباغندا هذا وكل شيء من أجل أن تلهي الشعوب. يا عمي ما بيكذبوا عليك الأمة العربية والجامعة العربية، ده كله كذب. أنا مثلا أنا يمني، أنا مالي ومال مصر، أنا مالي ومال سوريا والعراق والجزائر والمغرب. يا عمي تنزلوا نار احرقوا، كل واحد يهتم بنفسه. اليوم الجميع الأمة العربية كلها تحتفل سعيدة، يعني أنكم أن المغرب خرجت. طيب يا ابني وإن فازت كأس العالم ما الذي سيحصل؟ والله لن يتغير شيء بالمغرب. وإن خرجت ما الذي تغير فيكم؟ بمعنى نحن فاشلون وكانت المغرب ستصبح ناجحة. انظر إن المغرب أصبحت فاشلة الآن مثلنا. اخرج واحتفل يا قوم، نحن الأعراب لقد فشلت المغرب. تأبوا من أمة عربية على أمتكم.